يا صباح الخير او مساء الخير وقت ما تشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ بحبكم كتير كتير كتير. بصوا بقى، يا رب المواعين تموت بجد، يا رب المواعين تموت، بس هي ما بتموتش. ماشي، المواعين بتتكاثر تتكاثر بتزيد، هي ما بتموتش. انا زهقت، هما عاوزين بس ياكلوا ويشربوا وبس. لكن بقى المواعين دي بتتغسل ازاي؟ مجهود يا لهوي، مرار طافح يا اختي. بصي بقى، صلي على الرسول، حطي لي اللايك، حطي الكومنت الجميل بتاعك، وتعالي معايا في المطبخ بتاعي واحنا بنغسل المواعين. طبعا يا ريت المواعين بتتغسل بالسرعه اللي انا بغسلها دي، فاهميني؟ طبعا فاهميني، فاهمين. بصوا بقى، غسلت المواعين ورحت نزلت تحت عند حماتي، نازله طالعه انا كده. المهم احنا يعني هناكل تحت يعني. احنا اول اسبوع اكلنا فوق، وبعد كده هي قالت لي لا انزلوا عشان هناكل تحت كلنا مع بعض. فطبعا انا ما صدقت انا ما صدقت. روحت بقى قلت خلاص بقى مش هغسل مواعين فوق وتحت بقى، لا ازاي؟ ده انتي في السحور وحلويات وممكن تطلعي تعملي اكل تاني فوق. يعني بصي، وجع قلبه والله العظيم، والله وما حد حاسس بيه. عارفين الاغنيه بتاعت وتصرخ مهما تصرخ ولا حد؟ انا بصرخ والله وما حد بيسمعني، والله نفسي حد يسمعني ويغتني، ما حدش هيسمعني ولا هيغتني. المهم ده كان قبل الفطار. نزلت بقى، خليت المطبخ فل شمعة منوره، نزلت عملت الكشري واهو زي ما انتم شايفين. ولما كانش عايز ياكل كشري كل جبنه بوطه وكل بطاطس محمره، هو اللي جابه لنفسه. ما هو مش عايز ياكل كشري، يبقى ياكل بطاطس محمره وجبنه بوطه، وقطعت له عليها فلفل حلو جدا، يحمد ربنا. بس الكشري كان اطعم كده. رأيت لكم كل سنه وانتم طيبين، وحطوا اللايك يا جماعه. طلعت بقى المطبخ بعد الفطار بقى، يا خرش يا خرش على النظافه، ايه النظافه والجمال ده! يا ريت يفضل على طول كده، ما انا سايباه نضيف ما طبختش فيه بقى، يا ريت يفضل على طول كده. رحت قلت لا، ده محتاج كوبايه قهوه ولا نسكافيه ولا حاجه. رحت يعني محتاج فيديو من الاخر. رحت جايبه النسكافيه زي ما انتوا شفتوا. ماليش مزاج اشرب قهوه، هي جت معايا نسكافيه. ورحت طلعت البسكوتات دي، شايفين البسكوته وانا بفتحها؟ بالله عليكم شفتوها وانا بفتحها كانت عامله ازاي؟ اكنها متاكله يعني. انا لو ما كنتش فاتحاها قدامكم كنت زماني قلت ان في حد كلها. يعني انا مش عارفه اعمل ايه في حظي. المهم هي كانت متفرفته، الحته دي متفتفته تحت يعني في الارض. وجبت 3 تمرات عشان برضو يعني ما عملتش حاجه مسكره النهارده. ف برضو التمر مع البسكوتيه لازم ندخل جسمنا برضو سكريات، علشان ما نفقدش كله. يعني احنا طول النهار شغالين نشقى بنتعب، لازم برضو نحط حاجه كده في جسمنا تشتغل فيه يا جماعه. بس وده كان فيديو النهارده، بحبكم جدا. ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الكومنت الجميل. وكل سنه وانتم طيبين. وبالمره صحيح عايزه اقول لكم المخدات دي جميله، حبيتها جدا، حلوه. كنت جبتها مش فاكره، كنت جايبه الواحده ب10 جنيه تقريبا، جمله حاجه زي كده. بحبكم كتير كتير كتير، ومع السلامه.